الولد انا شفتو المده يمكن كان مرض وجابوه عندي الوالده مليح. السلام عليكم الاخوان. حنا باقيين في القضيه ديال الطفل هشام اللي تختفى هذه ازيد من 50 يوم، وحنا باقيين معاه تتبان الحقيقه ديالو ان شاء الله. غنشوفوا دابا واحد التصريح ديال الخال ديال هشام، يعني الاخ ديال الام ديال هشام، حيث هو كيقول العكس على الاختفاء ديال الطفل. الله يجازيكم بخير الاخوان والاخوات اللي طلع عنده هذا الفيديو هذا يحاول يبارطاجيه، حيت حنا بغينا الحقيقه ديال الطفل هشام تبان في اقرب وقت ان شاء الله، ويرجع لوالديه سالما ان شاء الله. تبان معايا هذا التصريح ديال الخال. في الرباط ما كنتش حاضر، تدازت يمكن واحد تقريبا سيمانه دازت، الاثنين عاد جيت انا. الولد انا شفتو المده يمكن كان مرض وجابوه عندي الوالده مليح، حيت انا كنسكن في ودامي. جابوه عندي من ذاك التاريخ انا مشفتوه مشيت على الخدمه، ولكن فاش جيت انا لقيت الاخت ديالي في واحد الحاله لا يرثى لها. الاخت ديالي مرضات، انا كنتكلم معاها من حيث انا خوها، الفم ديالها بحال اللسان ديالها بغا يلصق، ما كتقدرش تهضر، مرضات في الصحه ديالها. شحال عندها من وليدة؟ عندها خويا عندها بهذاك الوليد اللي اختفى خمسه هشام، وواحد البنيته سته الوليدات بهذاك اللي اختفى. ودابا كنوجه الشكر الجزيل للدرك الملكي اللي قاموا بالدور ديالهم، التفتيش بالكلاب المدربه وبالطياره درون وجميع الرجال التقنيات المتاحه. كنشكرهم بزاف ويسمحوا لنا على هذا التمارين اللي ضربوا معنا، وحنا كنطلبوا بالوليد يرجع لنا. دابا المطلوب ديالنا هو الوليد يرجع، ونتمنى من الله يرجع لنا سالم. حنا كنتمنى، ولكن حنا كنقولوا احتمالات ربما يكون توفى ولا ما نعرف، واخا يرجع حنا قادرين على الاقل نطمئنوا. وكنشكركم نتوما الصحافه بالاخص شوف تي في، كنشكروا الصحافه الاخرين اللي جاوا. هذا واجب اخي، هذا واجب. كنشكرهم على هذا العمل. حنا معكم في السراء والضراء، ما كنتي في الجبل ولا في السطح ولا وكنطلبوا من المغاربه كاملين يدعوا مع الاخت ديالي، حيت راها مرضات في النفس ديالها، مرضات نفسانيه، مرضات بزاف. اثرت فيا انا كنت خدام وسمحت في الخدمه وجيت، اثرت فيا بزاف. ملي كنشوفها كانت انا فهمتي ولا كنشوفها هي بغات بحال حتى هي غدير مرولة، حيت قوه الضغوطات وقوه كذا، وما عمرها مولفاش هي بهذا الشيء هذا، ما عمرها وصلت كاع للدرك الملكي ولا شي دعوه ولا شي دباز، ما كاينش بصفه نهائيا. ما عندناش شي خلاف مع شي واحد، ما عندناش شي عداوه مع شي واحد. ممكن انه غيدير لكم ولد. لا كنا شفنا حنا هذا الولد داه شي واحد، حنا غنمشيو نحاصروه ونعيطوا للجندار يجي، لا ما نوصلوا لهذا. المهم كنتمناو الحقيقه ديال هذا الطفل هذا تبان ان شاء الله وفي اقرب وقت، وكنشكروا الدرك الملكي والسلطات المحليه على المجهودات اللي كيديروا. اللي طلع عنده هذا الفيديو هذا يحاول يبارطاجي، حنا كاملين صوت واحد وكلنا طفل هشام. تشوفوا فيديو جديد وفي حلقه جديده ان شاء الله. تهلاو.